كل مرة أبدأ من جديد، كل مرة أقول دي البداية الصح، المرة دي هكمل، بس فجأة ألاقي نفسي راجع لنفس المكان اللي بدأت منه كأني ما اتحركتش ولا خطوة. بس ليه احنا بنرجع لنقطة الصفر كل شوية؟ هل احنا فعلا فاشلين؟ هل مفيش فايدة ولا في حاجة أعمق من كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جملة دايما بنرددها لما بنتعب من حاجة معينة، رجعت لنقطة الصفر تاني. بس السؤال هنا هو احنا فعلا بنرجع لنقطة الصفر ولا بنرجع من نفس الشكل لكن جوانا اتغير؟ خليني أوضح لكم بقصة بسيطة. فلنفرض انه في شاب اسمه كريم قرر يعمل دايت. اول اسبوع خسر 3 كيلو، فرح ونزل بوست على الفيسبوك وكتب السنة دي سنة التغيير. بس في الاسبوع اللي بعده ضغط الشغل زاد، زهق وللاسف قرر يرجع ياكل زي زمان. وفي يوم وهو قدام المراية بص لنفسه وقال رجعت لنقطة الصفر تاني. بس الحقيقة هنا هو مرجعش للصفر، هو دلوقتي عارف ان الدايت محتاج خطة، مش مجرد ان انت تمتنع عن الاكل. عارف ان الحماس لحظة بس الارادة عادة. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم الكلام ده بعد ما نعرف هو احنا ليه اصلا بنرجع لنقطة الصفر. والرجوع لنقطة الصفر بيكون ل3 اسباب. السبب الاول عشان بنبدأ بدافع غلط، بنبدأ عشان نرضي الناس او نثبت لنفسنا اننا مش فاشلين. مش بنبدأ من مكان حب، بنبدأ من مكان خوف. السبب التاني عشان بنستعجل النتائج، عايزين كل حاجة بسرعة ولو ما حصلتش نحبط ونسيب كل حاجة. بننسى ان الجبال بتتبني حجر ورا حجر. والسبب التالت عشان ما تعلمناش الصبر على التكرار. التكرار هو سر كل حاجة ناجحة. خليني احكي لكم مثال واقعي بسيط. توماس اديسون فشل 999 مرة عشان يخترع المصباح، ولما سألوه فشلت قال لهم انا بس اكتشفت 999 طريقة مش شغالة. وده اللي قاله في اقتباس شهير ليه، بيقول I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. وده بيوضح انك مش كل مرة بتفشل في حاجة معينة انك بترجع لنقطة الصفر، بل بتكتشف طريقة جديدة فاشلة مش اكتر. واحب اقول لك لو كان توماس وقف عند نقطة الصفر ما كناش سمعنا عنه النهاردة. ولو هنتكلم عن السبب العلمي والنفسي في سبب رجوع لنقطة الصفر، فعقلنا بيحب الراحة، واي حاجة جديدة بتمثل خطر بالنسبة ليه حتى لو كانت مفيدة، زي الارهاق الذهني اللي بيخلينا مضطرين اننا نرجع لاختياراتنا القديمة. والارهاق الذهني بكل بساطة معناه تعب في العقل بيخليك مش قادر تركز او تفكر او حتى تاخد قرارات حتى لو جسمك مش مرهق. ومن اشهر اسبابه هو التفكير المستمر بدون راحة. يعني بكل بساطة مخك بيتعب زي جسمك بالظبط، بس الناس ساعات مش بتاخد بالها. ولما الارهاق يزيد ممكن تفكر انك كسول او فاشل، لكن الحقيقة انك محتاج راحة عقل. طيب نرجع تاني لموضوعنا، نقطة البداية. وهنا حابة اقول ان الناس ما بترجعش لنقطة الصفر من جديد، لكن هما بس بيبدأوا بداية جديدة ومعاهم وعي جديد من الخبرات اللي فاتت او من التجارب اللي فاتت. وده اللي بيخلينا نسمي ان نقطة الصفر اسمها نقطة اعادة تشغيل، زي الجهاز اللي بيهنج بنعمل له ريستارت مش ديلي. في سبب بيخلينا نرجع لنقطة اعادة التشغيل، هو ان احنا اصلا بنخاف نكمل ونفشل، نكمل ونبان اننا مش قد الكلام. بس في حقيقة مهمة، ان انت عمرك اصلا ما رجعت فعلا لنقطة الصفر. كل مرة بتقع بتقوم ومعاك تجربة ووجع ودرس جديد. نقطة الصفر الحقيقية انك تستسلم، انت بس بتلف وترجع تكمل طريقك، تبدأ من جديد. ولو وصلت لاخر الفيديو اعرف انك مش لوحدك، كلنا وقعنا، كلنا تعبنا، بس الفرق الحقيقي مش في اللي بيقع، الفرق الحقيقي في اللي بيقرر يقوم ويكمل. كل مرة بتبدأ وانت اقوى من النسخة اللي قبل. كل خطوة حتى لو رجعت فيها فايدة ليك، المرة الجاية مش هتكون من الصفر، المرة الجاية هتكون من حيث انتهينا. واخيرا لو وصلت لاخر الفيديو شكرا ليك على المشاهدة، ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان تكبر بيكم، وسلام.